عمليا. أظن أنه بشكل واضح فبارما سيخسر بعض الشيء. لماذا؟ لأن بلفوضيل لاعب رائع جدا والشاب بالجنسيتين الجزائرية وفرنسية، وهو لاعب متميز. يأتي كاسانو لاعب في آخر مشواره مع مشاكل أيضا على مستوى السلوك بجميع الأندية التي لعب لها، وأرى أن اللاعب الجزائري من دون شك سيقوم ببطولة رائعة مع الإنتر ونوع من الاستمرارية لأنه شاب ولديه مهارات. هل يمكن أن نقول أنه كاسانو الآن سيتوارى عن الأنظار مع بارما، أم أنه يمكن أن يخالف ذلك كما نتابع دي ناتالي مع أودونيزي؟ انظر مسيرة كاسانو كما تابعناه، فهو لعب في سامدوريا، بارما، باري، ميلان، روما، ريال مدريد. فهو لاعب يأتي من القمة ويهبط مستواه بسرعة بسبب عدم الثبات على مستواه الذهني. فنحن لا نرى ولا نعرف كيف سيبدأ الموسم القادم، فنحن لا ندري. نبقى نتحدث عن اللاعبين الكبار في إيطاليا. وبعد مفاوضات استمرت ل3 أسابيع، وقع ماسيمو أمبروزيني